ازاي المدرس يتعامل مع حجم كبير من الطلبه. اكيد في الشاطر والمتوسط واللي ممكن مستواه ضعيف، ازاي تقدر تعمل بالانس ما بين ده وده وده. اولا في اسلوب الشرح ما ينفعش تكون اسلوبك قائم على طالب بعينه. ما ينفعش تكون بتدي حاجات بطريقه صعبه مره واحده. خد واحده واحده بس، روح لليفل المتفوقين والعباقره. لازم نوصل للليفل ده. احيانا يقول لك ايه ده دكتور كروز ايه ده، دي حاجات سهله، هو بيدينا السهل. لا، ده انت بتحل الكتاب الخارجي كله، كتاب الامتحان كله، كتاب نيوتن كله، كتاب الدكتور كله، كتاب الوزاره كله. كله ده يعني كله، يعني السهل والمتوسط والصعب والصعب جدا والصعب جدا جدا. امال انت بتقول سهل ليه؟ لما انا اوصل لك الحكايه بطريقه بسيطه، ده لاني براعي فروق المستويات اللي حضرتك بتقول عليها. عندك كل المستويات. عشان كده اكتر حاجه بتفرحني ان لما يجي كومنتات مش واحد كان شاطر مش، لا يقول لك انا كنت مش شاطر فيزياء ما بحبهاش وجبت 58 جبت 59 جاب الارقام دي مع الاوائل. انا السنه اللي فاتت مستغرب جدا من كام من 60 حتى كنت عامل معاهم لقاء. فده لاننا بنراعي كل المستويات. ده رقم واحد. 2، راعيه كمان في فكره انك وانت بتحفز الطالب الشاطر ما تنساهوش. يعني وانت بتقول لازم تكرم الشاطر، ده لازم. اولا عشان ده حقه، ثانيا عشان يحفز غيره. بس وانت مثل لغيره بالظبط. بس وانت بتكرم الشاطر قول بس انا عارف ان في ناس كتير جدا هتقدر تبقى كده. لما جه اخر السنه بقى خلاص خلصت الحكايه. انا عملت حفلات للكل. في حفلات للاوائل. هتقولي الموضوع كده مكلف جدا. يعني احنا عندنا في المنيا عملت يومين للطلبه اللي هم مجموعهم مش مستوى مش يسموها ايه اللي هو التنسيق المرحله الاولى. مش مرحله اولى يعني. مرحله اولى. عملت يومين وعملت زيهم لمرحله اولى. طب ليه؟ لا، لان خلاص هي الحكايه خلصت. خلاص عملت اللي عليك. الحكايه خلصت وده ابني وده ابني. انا استحاله بالقاعده دي كلها يبقى كل اللي عندي هيدخلوا طب وصيدله. مستحيل. هم طب وصيدله وهندسه وعلاج بتاخد شريحه معينه. طب باقي الناس دول عيالي برضو. عشان كده كنت دايما اقول لهم في اخر السنه نشكر ربنا اوائل المحافظات واوائل الجمهوريه كلهم كل سنه بنفرح بيهم من عندنا. لكن اوعى تفتكر ان لو واحد مش تبع دول اوائل الجمهوريه ولا اوائل المحافظات ولا مرحله اولى معناها ان انت مش غالي عندي. انت اخويا، والغلاوه دي مش برقم مش بمجموع. فدول كلهم اخواتي. لكن مع ده بشكر ربنا على السكيل بقى اللي بيوسع جدا بتاع الاوائل بالظبط. دي بحسها بقى طبطبه ربنا عليا. يعني كل سنه لما الاقي عدد الاوائل ايه ده، يعني ببقى مش مصدق نفسي. لكن بنراعي في الشرح ونراعي في التكريم المستويات. واظن ده حاجه من الحاجات اللي اظن الاونلاين ساعد فيها. يعني انا بتخيل فكره حضرتك ما شاء الله بتخش تحل كل الكتب، بتحل كل الاسئله كل الافكار كل كذا. ما اظنش ان ده ممكن كان يبقى سهل يتعمل في السنتر بس. مستحيل.